باستماتة في عدم تضمين استقلالية القضاء عندها سبب وحيد وبسيط، هو أنه الكتلة هذه أو الأشخاص أو النواب هذوما خايفين من القضاء، خايفين من استقلالية القضاء. القضاء اللي يحقق العدالة، والعدالة بمعنى محاسبة المفسدين وإنصاف المظلومين. والسبب الوحيد أنه كتلة النهضة يراوا في أنفسهم مفسدين، لذلك يخافوا من المحاسبة. لكن هما الإشكالية يقول لك هي من يراقب السلطة القضائية حينما تكون مستقلة، هنا الإشكال يعني. وإحنا عندنا جمعية وعندنا نقابة، وكان عندهم رأي مستفيض، وكان عندهم كانوا يشاركوا في المداولات، وكانوا يشاركوا في اللجان، واعطوا رأي ورجحوا الرأي اللي يكون يعني يكون استقلالية القضاء هي محدودة، لكن تعطيهم احنا توا في وقت اللي احنا نستاهلوا كتوانسة ان يكون فما استقلالية القضاء، باش يكون فما انصاف ويكون عدل وعدالة في المجتمع التونسي. احنا بالنسبة لنا كنائبة وكنواب الديمقراطيين ماناش باش نهبطوا يدينا كما نقولوا، خاصة على استقلالية القضاء، وباش ندافعوا عليها باستماتة حتى لين نتفقوا على الأقل على صيغة اللي ترضي الجميع.